تفضل. احترامي سيدي. سيادة الضابط، هي بنت كمال قال بدها تشوف أبوها لتحكي له شغلة ضرورية. شو رح تخبريه؟ هو بكرة طالع. لا ضروري كتير، ما فيني استنى. لكان قلي لي إلي. ماما مرضانة كتير وبابا بيعرف مواعيد الدواء ولازم اسأله عنه، بس دقيقتين الله يخليك. يلا فوتي شوفي ولا تطولي. بتشكرك كتير، يسلموا ايديك. شو صاير؟ ليش اجيتي لهون؟ بدي خبرك شغلة ضرورية. بابا، إليف بدها تروح. شو عم تقولي؟ لوين رايحة؟ وطي صوتك شوي. قال رايحة تدرس باسطنبول، شفتها وهي عم تضب الشنتاية واجيت قلك بسرعة. قسما بالله العظيم رح لاقيها وين ما كانت. لو تشوف أمي قديش بكيت وحاولت ما تخليها تروح. ولك شايفة شلون أنا محبوس ومو طالع بإيدي شيء؟ والله حاسس هالبنت رح تموتني طريق. قوليلي، إمتى رح تروح؟ ما بعرف، يمكن تكون راحت. روحي خبريها للخانم، خليهم يمسكوها قبل ما تروح. كيف؟ خليهم يشحطوها بالغصب على بيتهم، يروحوا يجيبوا الشيخ ويكتبوا الكتاب ونخلص. اللي لهن أبي بده هيك. بدون عرس ولا شيء؟ مو وقت مسخرتك هلا، شو بدنا بالعرس وهالعلاق؟ نعمل يلي علينا ويساوي يلي بدهم اياه، يجيبوا مطرب يجيبوا طبال، نحن ما بيهمنا ابدا. والله اركضي لشوف، يلا بسرعة بسرعة. يا حقيرة، أنا بفرجيكي، مفكري برح حاسبك على هالعملة هي؟ يلا بسرعة. يلا 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 بسرعة. يلا يلا بسرعة.
يلا يلا. لا تخاف يا بيك، رح نقدر نمسك البنت. يلا خلص نستعجل، انت الثاني تعاس بنزين لشوف. يلا تعاس بقى. شفتها لك شفتها ليك هنيك. ليك قاعدة هنيك. يلا بسرعة خلينا نمسكها. يلا بسرعة يلا استعجل أكتر. شافتنا، هاي البنت شافتنا، ليك عم تهرب. يلا يا أخي استعجل شوي كمان. استعجل أكتر. يلا يلا يلا. إليف إليف. إليف أنت ما رح تقدري تهربي مني أبداً. يلا وقفي إليف. لكن نحن رح نمسكك إليف. وقفي أحسن لك إليف. صدقيني إذا مسكتك ما رح أرحمك. يلا استعجل بقى إليف. يلا امشي معي. عشان الله ساعدوني. يلا امشي. لك اتركني. حدا يساعدني. اتركني. امشي اليف. يلا تحركي. اتركني. أقول لك اتركني. بعدوا عني. حدا يساعدني. اطلعي. اتركني. بعد عني. بعد ايدك عني. يلا اطلع شو بسرعة. اتركني. يا حقير يا يلا استعجل شوي. ما رح أتركك ما رح أتركك. اتركني بحالي يا حقير. بعد ايدك عني. بعد يا حقير. لا تلمسني. خرسي بقى. ولك اتركني. بدي اروح على اسطنبول. من بعد اليوم ما عاد بدي اسمع هذا الحكي بنوب. محل ما بكون انت بتكوني، وبكره رح نتزوج.
أيوة، أهلين بعروستنا. ما كنا حابين تفوتي على هالبيت بهالطريقة. أنا ما بدي شي منكن وما بدي أتجوز ابنك، ولا بدي تعملوا لي عرس ولا ذهب ولا شي. بمصاريكم بتلاقوا 100 بنت تتمنى إنه تتجوز ابنك، ليش مصرين تدمروا حياتي؟ قر خلص حاجة لعي بقى، صرعتي لي راسي. واللي أخدوا أبوكي القهوة والأرض وسيارة النقل كلهم راحوا على الفاضي؟ صحيح ما بتسوي فرنك، بس المشكلة شو أعمل إذا ابني بده ياكي؟ بتعرفي أنا ما فيني أكسر بخاطره. حبك إلك وحسب الأصول خطبناكي من أهلك، وأنتي من بعد اليوم رح تتعاملي معنا حسب الأصول، لأنه مو حابين نصير علكة بتم العالم. بعدين لا تنسي إنك عروستنا يا حلوة. وإذا نسيتي رح ذكرك، وإذا رجعتي نسيتي برجع بذكرك، وإذا رديتي نسيتي بذكرك. بس بهالحالة انتي رح تتعذبي معي كتير. أعلى ما بخيلكم اركبوا. شو رح تقتلوني يعني؟ منيح، اقتلوني لحتى أرتاح من هالعيشة. لا يا عمري، ليش أنا بصخى فيكي؟ رح تصيري مرت ابني. بعدين مالك مقطوعة من شجرة، انت في عندك عيلة وما بيهون عليكي موتهم. يا جواهر، مريني يا خانم. زكاتك وصلي العروس على غرفتها. أمرك يا خانم. يلا تعي امشي معي. يا ربي يسر لها وافتح لها طريقة. بلكي اجوا يخبروكي انه الباص تفجر. قال الخانم قدرية بدها اياكي. بدها يعني؟ خير شو بدها مني؟ كمال بيروح لعندها وقت يطلع. لا هي ما بدها كمال، طلبتك انتي. شبك لا تخافي، ما رح تقتلك. امشي منروح سوا. يلا. سيادة الضابط، في تليفون لإلك.